السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم عزة من قناة بيتي حياتي. النهاردة ان شاء الله استعراض هوريكم هدايا عيد الام. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وكل ام طيبة. طبعا دي هدايا من زوجي واولاده اللي هم اولادي طبعا، ومامتي واختي. كلهم بيجيبوا لي الحمد لله. ربنا ما يحرمش حد يا رب من مامته ويخليهم لينا جميعا يا رب. اول حاجه زوجي جابها لي، جاب لي البوك ده او البورتوفيه ده. هو شكله كده، لونه اسمر، فتح بكبسونتين من هنا وفستتين من جوه. ودي كمان ايد طويله وليه علاقه كده من الجنب بتتعلق فيها من الجنب من هنا كده. ده شكله شايفين من جوه، وستان من جوه كمان اهو. ده واسع جدا وكبير، حلو قوي. الف شكر يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب. ده كده شكله. الطرحه دي لونها بطيخي كده. الطرح دي جميله جدا وفي اللبس بتبقى هايله. اولاد زوجي كمان جابوا لي الخاتم ده، اكسسوار طبعا بس شكله جميل جدا وفي اللبس روعه. الف الف شكر يا حبايبي. جابوا لي كمان طقم التوابل ده، حلو قوي وشكله جميل. 3 كده مع بعض، حلوين جدا. انا طبعا عندي طقم توابل كتير، بس انا طبعا ده ادام هديه فرحني جدا وشكله حلو قوي وعجبني شكله والوانه حلوين قوي. تسلم ايديكم يا رب وربنا يخليكم ليا يا رب. وجابوا لي كمان الكوبايات دي، هي للقهوه. كوبايات جميله جدا، هم عارفين ان انا بحب اشرب قهوه قد ايه، فجابوا لي بقى شكل بدل الفناجيل كوبايات كده صغنونه او مجات صغنونه كده للقهوه. وجابوا لي كمان مجات كده للشاي، برضو جميله جدا وشكلها حلو قوي. هي بقاعده كده وشكل الفنجان كده شكله جميل جدا. ده للشاي وده للقهوه. واولادي طبعا جابوا لي تاني الاطباق دي. دي كده اطباق للرز بلبن او المهلبيه او اي حاجه هتنفع لاي حاجه، حتى في الاكل لو ملوخيه شوربه اي حاجه. جميله جدا وشكلها حلو جدا. انا بقى كمان عشان افرح ولادي حبايبي جبت لهم، جبت للبنتين اللي معايا مجين عشان افرحهم برضو بعيد الام واعوضهم برضو عن الحرمان برضو بتاع مامتهم وكده. فانا قلت برضو افرحهم انا زي ما هم جابولي وفرحوني، انا كمان اجيب لهم وافرحهم. مجين كده شكلهم جميل، ايه رايكم؟ مامتي بقى جابت لي الطرحه دي، برضو لونها كده كموني كده. وجابت لي كمان البندانه دي. دي البندانه اللي هي السوري. اختي بقى حبيبتي، كنت انا بسأل على المضرب ده بقالي فتره ما كنتش لاقياه، اللي هو بيلف من هنا كده فبيفتح من هنا بيبقى مدور كده، اللي هو بيتقلب بيه كده وممكن يتفتح من تحت بيبقى مضرب كده. ده قعدت ادور عليه فتره كبيره بس اختي الحمد لله لقيته جابتهولي هديه عيد الام، هي وولادها. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي. انا وكل ام طيبه، وربنا يا رب يراضي كل اللي عايز باولاد وما يحرمش حد من مامته. وده كان فيديو بسيط كده لاستعراض هدايا عيد الام. كل سنه وانتم طيبين.
اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما تنسوش الشير واللايك وكومنت، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.